النهاردة الفيديو مش للهزار خالص. انا بكلم في حاجة مهمة بالنسبة للمجتمع القشري كله. انا لازم بجد نتكلم عن الناس اللي بتسرق المحتوى، يعني ما ينفعش نسكت عن الموضوع ده. ان احنا نشوف ناس مجهودها بيتعبوا في الفيديوهات اللي بيعملوها وبيمنتجوها، وفي الاخر الناس تاخدها ببلاش وتنزلها وتجيب مشاهدات. انا بجد الموضوع ضايقني قوي النهارده لما شفت ناس كتيره بتابعهم، يوتيوبرز ومشاهير، فيديوهاتهم حرفيا بتتاخد قص على لزق. ففي يوتيوبرز بتابعهم اللي زي ميرو انجي، اللي هو قناة لماذا نحن هنا. يعني قناتهم حلوة ومحتواهم رائع وقناتهم حلوة ومشتركة دايما. بس بقى اللي ينرفز ان هما كانوا عاملين قصة اسمها لا تناديني بابا. في بنت اخدتها بكل حاجة، بس هي بس عملت شخصيات بطريقتها، بس طبعا الطريقة بتاعتها يعني مش. بس للاسف الفيديو اتمسح قبل ما اعمل الفيديو بتاعي، فمش هقدر اوريهولكم. مسحته في الاخر بعد الهجوم اللي شن عليها. طبعا انا كنت من المهاجمين، بس موضوع يضايق يعني انك تلاقي قصتك اللي تعبت عليها تلاقي واحده واخداها ببلاش عاملاها كده. فلازم نتكلم عن الموضوع دوت، نهجم على الناس تسرق ديت. يعني انا مش بتنمر عليهم، ماشي، تاخدي فكره تقتبسي، تاخدي حاجه من القصه وتكمليها انتي بمخك، مش بقى تاخدي القصه كامله بنفس التفاصيل بنفس الكلام بكل حاجه. يعني ايه الطريقه دي بجد؟ بس مش عايزه حد يفهمني غلط، انا مش قصدي اتنمر عليها، بس يعني اوعى حد يفتكرني ان انا يعني بعايرها بتنمر عليها غيرانه من القناه معرفش ايه. لا، والغيظ اكتر ان نفس البنت ديت سرقت قصه الضحايا من آية سان. فاكرين آية سان؟ اكيد كلنا شفنا قصه الضحايا. يعني آية سان اصلا اعتذرت بقالها سنتين، هي نشرة القصة مصوراها هي حتى هوريكم جزء. فده حرفيا اللي ينرفز، ان يعني انا القصة شايفاها عند اي سنة، بشوفها من زمان يعني من حساباتي القديمة قبل ما افتح القناة وكده. فبقى لما تلاقي القصة متاخدة، وحتى بص العلامة المائية حاطة شريط كامل، ليه ما تحطش اسمها بس جنب القصة وليه ما تجيبش اثباتات؟ ده كمان انا كتبت لها في التعليق، بس هي مسحت التعليقات للاسف. انا كنت عايزه اصورها لكم، كانت كنت كاتبه لها انت ليه سرقه القصه او كده وما ينفعش واحسن تقول انك سرقاها او كده. فبتقول ان دي قصتها، فردت بتقول ان دي قصتها، وانها هي صاحبة برضو القناة التانية وان هي اللي عاملاها، ويا اما بقى اي حد تاني يبقى سرقها منها. ازاي تبقى هي آية سان وبقيت فيديوهاتها في فرق في المونتاج، وبتسمي نفسها دانا ستار ومغيرة العلامة المائية؟ طب ليه حطيتي بقى العلامة المائية طالما هي قصتك؟ يعني بجد حاجة تستفز الواحد بشكل مش طبيعي. يعني انتوا ترضوا ان واحدة انتوا عارفين آية سان دي من بدري واعتذرت بقالها سنتين، حتى انك كتبتلها طب اعملي فيديو اثبات ونزلي فيديو على قناتك التانية زي ما انت بتقولي ان انت برضه صاحبة قناة دانا ستار 3. صدقوا عملت ايه؟ ما ردتش، حتى كانت دايما تعمل لي في تعليقاتي قلوب، ما ردتش والله. يعني بجد يعني ما ردتش، فتبقى كله كذب في كذب، وكل اللي قالته كذب في كذب. فده اللي يثبت انها مش هي اللي عامله الفيديو، وكله كاتب لها في التعليقات وهي تقول انا مش سرقاها، دي قناتي التانية. قناتك التانية ايه؟ يعني اصلا انا اسفه بلا تنمر، ما ينفعش نقارن ما بينك وبين اسان. وعايزه اقول لكم اللي يجلط اكتر انها هنرجع للموضوع في قصه لا تناديني بابا. هي بقى في التعليقات قامت كاتبه تعليق مثبت، بس هو الفيديوهات مسحت كل اجزاء لا تناديني بابا. بقى شكلها عرفت نفسها انها سرقاها، قامت بقى كاتبه ان هي اللي كاتبه القصه ومعرفش ايه، وان مين اللي مقلدها، مين البنت اولاد اللي مقلدينها، وبيبعتوا لها رابط القناه. ده ازاي؟ هي منزلاها من 5 ايام، وانجي وميرو منزلينها من اسبوعين. يعني مين اللي مقلد بذمة؟ مين اللي مقلد؟ وهي كمان سرقت كام فيديو ليا سام، بس خلاص يعني مش ههجم عليها في طول الفيديو كله. انا في برضو ناس تانية، في بنت تانية عايزة اتكلم عليها هي كمان، انها برضو بتسرق محتوى 2 يوتيوبرز برضو بتابعهم. حرام الكلام ده. انا عايزة بس اقول لكم القنوات ديت عشان محدش يدعمها، لان ليه تدعم على حاجة
هي ما عملتهاش على حاجة حد تاني تعب فيها، والمفروض هو اللي يتم دعمه مش هما. هوريها لكم بقى. اوكي، انا بتابع قناتين، ريلي كوين بتعمل قصص برضو حلوة وبتابعها وكده، وكمان في قناة تانية بتابعها بتاعت بنت اسمها ميمي برضو بتعمل قصص حلوة والاتنين يعني مشاهير وكده، وقصصهم بيتعب عليها وباين قوي التعب فيها في المونتاج والايديت وكل حاجة والرسم. لقيت بقى في بنت سارقة منهم يعني سارقة منهم قصص وبرضو قص على لزق، يعني مش حتى بتاخد فكرة تقتبس. انا مثلا انا رواية القصة اللي انا عملتها احبك انت، انا مقتبساها من رواية واخدة منها افكار ومغيرة الاحداث، نص الاحداث مغيراها. فانا لما بعمل اي قصص يا بتبقى من افكاري او مقتبسة من كذا فكرة، واخداها من كذا قصة ولا حاجة، قمت مجمعاهم في قصة واحدة. مش هقوم واخدة القصة قص على لزق احطها في فيديو واقول ان هي فكرتي وتعبي انا. ريري كوين يعني كانت عاملة قصة اسمها رغم الاختلاف. القصة حلوة وكل حاجة متعوب عليها ويعني، بس بقى اللي يضايق برضو ان هي البنت اللي انا قلتها لكم اللي اسمها جاشا جانا ديت قامت واخدة القصة نفس العنوان نفس القصة نفس التفاصيل نفس الكلمات كل حاجة تقريبا. فبرضو يعني موضوع يضايق ان القصة تعبت عليها، اشتغلت عليها بقالك مثلا اسبوعين ولا حاجة على ما فكرت فيها وبعديها عملتها، وتلاقي في الاخر حد واخدها، يعني حاجة تضايق. فبرضو انا بزعل على الناس ديت، انا خايفة انا لو كنت مكانهم كنت هبقى زعلانة يعني ان قصتي انا تعبت عليها تتسرق. وبرضو هوريكم قصة تانية اتسرقت. برضو البنت اللي اسمها ميمي عملت قصة اسمها سأغير حياتك، وقصة زي الفل وكل حاجة يعني. بقى اللي بيضايق برضو ان هي نفس البنت جاشا جانا ديت عملت برضو القصة، وانا شفتها لقيتها زيها بالظبط ومنسوخة يعتبر يعني. فبرضو يعني يعتبر هكرر نفس الكلام. فبص انا هنهي بقى الفيديو، يعني انا كده شفت دولت اكتر اتنين شفتهم قلدوني يعتبر، بس في ناس تانية كتير زيهم. فانا اتمنى ان انا في اخر الفيديو هنختمه كده ان انا عايزه اي حد مثلا ليه بيعمل محتوى مثلا مقلد مسروق كده، ما نهجمش عليه على طول نفضل نشتمه ونقول له انت بتسرق انت هلود انت ما عندكش دم ما اعرفش ايه والكلام ده. لا، احنا الاول نحاول نقول انت ليه، يعني نقول بطريقه حلوه وننصحه بطريقه النصيحه مش بطريقه الهجوم، اللي هو ليه بتعمل كده، حاول تغير محتواك، جيب لك افكار ونحاول نساعده ونحاول نساعده ان هو يغير محتواه وكده، واللي هو نجيب له افكار جديده ونقول له هندعمك لو فعلا اعترفت بانك سرقت القصه وغير محتواك. انما بقى لو على فكره في ناس ممكن تقتنع، لو اقنعتها ان ده كده مش كويس، فلو حد اقتنع ندعمه بقى ونشهره ويجيب افكار جديده، وفعلا هيحس بقى بتحسن نفسي وان كده احسن من انه كان يسرق فيديوهات وكده. مش هيلاقي هجوم، ده هيبقى عنده فانز ومعجبين. انما بقى لو حد زي دينا ستار ديت احنا يعني الناس كلها فضلت تهجم عليها مصرة انها هي اللي ما سرقتش، فالنوع دوت بقى نضطر بعد فترة هما عمال يسرق تعب ومجهود الناس، لا ده ممكن بقى نبلغ عليه لان حرام مجهود الناس بيضيع وكده، فده نعمل له ابلاغ ونهجم عليه عشان يبطل ينزل. غير كده يعني احنا نحاول ننصح الشخص قبل ما نبدأ بالهجوم، يعني انصحه الاول، لو ما جاش معاك بالذوق زعله وبس. كده الفيديو خلص، وعايزة رأيكم في صوتي. انا عارفة ان صوتي يعني وحش، بس انا عشان الفيديو طويل مش هقدر اكتبه كله، فقلت يبقى بالصوت احسن. وبس، سلام.